في خبر جديد وصادم لأعداء الوحدة الترابية للمملكة، توقيف ابن شقيق رئيس أركان ميليشيات البوليساريو وجدوه يهرب الأموال الطائلة بالعملة الصعبة. وفي التفاصيل، أوقفت سلطات بنما واحدا من أعضاء ميليشيات البوليساريو المسلحة متلبسا بتهريب ما يعادل 65 ألف دولار غير مصرح بها. ويتعلق الأمر وفق ما أورده منتدى فرصات من قلب مخيمات تندوف بطاهر ولد عكيك ابن شقيق رئيس أركان ميليشيات البوليساريو الانفصالية. وأفاد المنتدى عينه أن العناصر الجمركية البنمية أوقفت يوم الخميس المنصرم 11 ماي الحالي عضوا في تنظيم البوليساريو بحوزته مبالغ مالية من العملة الصعبة غير مصرح بها. وأمام هذا الوضع، يقول المنتدى أنه أقدمت النيابة البنمية على وضع المعني بالأمر تحت الإجراءات الاحترازية